السلام عليكم حبيباتي، جاسبر كو فوز الي بيان. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم لي تاكوس، وصفه خبز التورتيلا اللي تتباع برا. ما كاش اللي داقوا عندي وما دومونداش الوصفه، على هذه حبيت نشاركو معاكم باش كامل تستفادوا. نجوزو المقادير. في ريسيبيو عندي 3 كيلات تاع الفارينه. هنا الكاس اللي كنت كيلت به يرفد حوالي 250 مليلتر. عندي مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه ممسوحه تاع السكر، ندير شويه تاع الملح. هنايا البنات انا كنت نسيت باش ندير 2 مغارف تاع الزيت، نتوما ديروهم ما تنساوهمش، انا كنت درتو مع الاخر كي كملت لايمت لاباط وكامل باش تفكرتهم. نتوما ديروهم هنايا مع المقادير هادو اللي مديتهم لكم. نطم العجينه ديالي بحليب يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. انا نلايم العجينه كامل حتى وين تحصل على عجينه تكون طريه، ما تكونش تلصق في اليد ومامطو ما تكونش يابسه. راكو تعرفوا لاباط تاع لي صالي هادو ما تكونش تلصق في اليد بزاف بزاف، سورتو تاع الطاكوس، باسكو كيما على بالكم راح نقعدوا نفتحوا فيها ونعاودوا نفتحوها، يتسمى لو كان ديروها تلصق بزاف رايحه تعبكم كتر وكتر. ومامطو كان ديروها يابسه ما حاش يجيكم الخبز هذا كيما حبيتوه، راح يجي يتكسر يجي يتفتت. يعني لازم تعرفوا القوام تاع لاباط كيفاش يكون. بالنسبه للاباط اللي عندهم بيتخا يقدروا يخلطوها في البيتخا. في البيتخا يعني ما راحش تدينا وقت بزاف وفريمون تجي هايله وتندار في دقيقه. واللي ما عندهاش بيتخا نورمال تخدم بيديها. كيما يقولك البركه في اليدين، وخدمه اليدين حلوه. يعني ماشي لازم يكون عندنا تاويل تاع هذيك الحاجه باش نخدموها ولا. نورمال بابسط الامور نقدروا نطيبوا ننوعوا في الماكله. نفرحوا العائله تاعنا. اي فوالا، شوفوا لاباط تاعي هنا كيفاش راهي قاعده نضيف هذاك الحليب غير بشويه. ما حبيتش نديرو كامل ضربه واحده باش ما نقعدش نضيف الفارينه حتى وين تجيني يابسه ولا تجيني متلوقه وكامل. نقعد ندير الحليب غير بشويه حتى وين تحصل على عجينه تكون طريه ومامطو ما تكونش تلصق في اليد كيما على بالكم. اي فوالا، هنا دوك تشوفوا العجينه تاعي كيفاش جات. يعني ما جاتنيش طريه بزاف، او ميم طون ما جاتنيش يابسه. حطيتها في لو بلون دو طرافاي هنايا باه تولي ليس. شوفوا كيفاش هنا باش تجي طريه ما تجينيش مشقه من الفوقه. ومن بعد نعاود نرجعها في لا ريسيبيون، نغطيها بصاشي ونزيد نغطيها بطاشون ونخليها تخمر لمده 30 دقيقه الى 40 دقيقه ونعاود نولي ليها. هنا كيما على بالكم لاباط تاعنا لازم نغطوها مليح مع السخانه وكامل باش ما تجيش يابسه، باش ما تيبسناش لاباط، لازم نغطوها مليح ونخلوها تخمر ومن بعد نعاودو نولو ليها. هنا بعد ما خمرت لي لاباط، يعني دات لي حوالي نص ساعه خليتها تخمر. اللي كان عندها الوقت يعني تخليها تخمر كتر. انا هنا ما كانش عندي الوقت، كنت مزروبه شويه، يعني كنت درت لاباط هذه شويه روطار. شوفوا كيفاش هنايا لاباط تاعي هذه غازيتها. ومن بعد نروح نقرصها الخبيزات. هنا الكميه خرجت لي حوالي 14 خبزه. يعني نتوما دوكا كتخدموا على حسب افراد العائله، يعني تحبوا تضعفوا في المقادير تحبوا تنقصوا في لا كونتيتي كيما حبيتوا. اي فوالا، هنا كيما نقرص الحبيبات تاوعي كامل بنفس الشكل كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. ومن بعد نديرهم نزيد نخليهم يعاودوا يخمروا واحد 20 دقيقه هكذاك باش العجينه تاعي تروبوزي ما تعذبنيش كي نكون نفتح فيها باش ما تعبنيش بزاف. يعني كيما على بالكم توجور في لي صالي هادو كامل كي نكونوا حنفتحوهم لاباط لازم نعطوا لها وقت، لازم نخلوها تريح شويه. سورتو هنايا كي نجي المرحله نتاع وين راح نفتح العجينه تاعي لازم نخليها تروبوزي باش ما تعبنيش بزاف. ابخي هنايا كملت قرصت الحبيبات تاوعي كامل بنفس الشكل. كما راكم تشوفوا هنا الحجم ما درتوش كبير بزاف ومامتو ماشي صغير بزاف. بعدها انا راح نزيد نخليهم يخمروا، غطيتهم بصاشي وزيد غطيتهم بطرشون وخليتهم لمده 15 دقيقه. نروح نوجد لافاس ومن بعد نعاود نولي ليهم. هنا كنت قطعت البولي ديالي بهذا الشكل، درت له شويه تاع الفلفل العكري شويه تاع الكركم، نص مغرفه تاع طوماط كونسيرف. راح نديرهم شويه تاع الملح وحوالي 3 مغارف الى 4 مغارف تاع الزيت، نخلطهم تري تري بيان. هنا دو بريفيرونس البولي تمارينيوه بكري، يعني قد ما ديروه بكري قد ما راح يتشرب هذيك التتبيله تري تري بيان، راح يجيكم مشرب ويجيكم بزاف بنين. انا كيما قلت لكم هنا كنت روطار شويه، يعني ما طولتش بزاف، مام لاباط ما خليتهاش ريحت لي بزاف. هنا بعد ما كملت مارينيتو راح نغطيه وندخله للثلاجة ونخليه يتشرب التتبيله هذيك باش يجيني بنين. ونروح نشوف لاباط ديالي. شوفوا لاباط ديالي كيفاش خمرت، شوفوا كيفاش جات بزاف هايله.
هنايا حندير لا فارين في البلان دو طرافاي تاعي، راح نبدا نحل الخبيزات تاوعي. هنا كيما على بالكم السر تاع الطياب خبز تورتيلا على بالكم بلي ما يطيبش بزاف، مام با تانية نقلبوه، لازم نعسوه ما نغفلوش عليه باسكو هو يطيب تمتم. يعني لو كان نغفلو عليه ولا رايح يتحرق ويجينا يابس وما حاش تنجح معاكم. سورتو كي تكونوا تفارسيو فيه راح يقعد يتكسركم، اللي يتكسر لا فارس هذيك تخرج، يعني راح تنغبنوا فيه. إبا نتوما لازم توقفوا عليه، يعني ما تغفلوش عليه. يعني كل حبة لازم نفتحوها نطيبوها من بعد باش نكملو نحلو الحبة الأخرى، ومام طون باش الحبة هذيك ما تنشفناش. شوفوا كيفاش انا مام با تانية نقلبو كيما على بالكم دوكا هو ديجا راح يتحمر، تسمى ما نخلوش حتى وين يولي يبان محروق. شوفوا تمتم نعاودو نقلبوه، زيد كملت الحبة التانية بنفس الطريقة. شوفوا هنايا لازم نفتحوه بيان. شوفوا قد ما نفتحوه ما تخافوش، ما تقولوش لاباط راح تجينا يابسه ولا، يعني قد ما نفتحوه قد ما راح يجي خفيف وراح يجي بزاف هايل. انا شوفوا بعد ما كملت الحبيبات دياولي، شوفوا لاباط ديالي كيفاش جات الله الله، جات بالشان والطباع. يعني الحبات مام كيت مام ما يتكسروش، شوفوا كيفاش، يعني ولا غير جا بزاف هايل. الو فوالا حبيباتي، هنايا حبيت نقولكم بلي الخبز تاع الطاكوس كي نطيبوه يعني وهو سخون ندخلوه في لي ساشي ومن بعد نغطوه بالطرشون. هنا لي طاب هذه لازم نديروها بعد ما نطيبوا الخبز تورتيلا ديالنا باش يجي طري وما يجيش ناشف وما يشربوش الهواء هذاك، باسكو على بالكم بلي لاباط تاع الطاكوس سونسيبل بزاف، لو كان يقيسها الهواء ونخلوها ما نغطوهاش ولا ما نديروهاش في لي ساشي رايحه تيبس، سورتو دوكا مع الصيف وسخانه لازم نغطوهم تري تري بيان. وهنا راح نفرسي الحبيبات ديالي تاع لي انا تاكوس. توجور نحب نسبق في لا مايونيز نديرها هي الاولى نبدا بها باش لي تاكوس توعي ما يجوش ناشفين. كيما على بالكم كامل لي ساندويتش نحبوهم مشمخين، ما نحبوهمش ناشفين بزاف. درت لي فريت ديالي، درت البولي، درت لي سالاد. وشوفوا طريقه هنا كيفاش راح نغلق الحبيبه ديالي. شوفوا كيفاش. اي فوالا هنايا الحبيبه ديالي كنت كملتها. ابخي كملت الحبات اللي قعدوا لي كامل بنفس الطريقه. هنا كنت راح نديرو في لابانينوز ومن بعد ما عجبنيش في لابانينوز صراحه، تنك شغل لابانينوز تاعنا طول باش تسخن وكامل، ومع اللي درت كونتيتي كبيره وكان راح الحال شويه وكامل كان زربني الوقت. وليت درتو في طاجين، تما ماشي لازم لابانينوز باش ديرو طاكوس ولا، يعني انا درتو في الطاجين تاع الحديد نورمال. عادي راح يجيكم بزاف هايل ويجيكم بنين والبنه تاعو كامل في الخبز هذا كي تعرفوا تخدموه وكي يجيكم طري وكامل. يعني ماشي البنه في لابانينوز ولا في الطاجين، البنه كامل في لافارس والخبز تاعو كي يجي طري، هذا هو السر تاع الطاكوس. اي فوالا هنا شوفوا الشكل النهائي ديالي تاع الطاكوس، جا بزاف هايل. هنا حبيباتي كنا لحقنا لنهايه لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه. سلام.